السعودية، حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أم محمد. رؤيتي يا دكتور، نعم. رأيت الملك عبد الله. نعم. سألنا في البيت أنا وأختي وسمعنا بموكب الملك عبد الله، فقمت أنا وأختي وكنا نبقى نستقبله، وهو كأننا رأينا الرؤيا وإحنا في الحارة حقتنا. لما سمعنا بموكب الملك عبد الله قمنا بسرعة أنا وأختي وجرينا بسرعة، كنا نجري بسرعة، أختي كانت تجري قدامي بسرعة، كنت أطالع فيها يوم إنها مسرعة وما هي لابسة لا عباية ولا طاحة. كانت مسرعة أختي قدامي وأنا وراها، يعني مسرعة حتى أنا شوية واختفت أختي عن الأنظار عن نظري. أنا كنت ماشية كذا ماشية وشوية وطلع ولد جيراننا، هذه الرؤية كأن في حارتنا. طلع ولد جيراننا، فلما شفته أنا استحيت ورجعت لعمارة كانت على جنبي كذا في نفس الحارة. فلما شفت ولد الجيران دخلت عمارة مستحية كذا ما أبغاه يشوفني. بعد شوية أنا جالسة في العمارة شوية ويجي موكب الملك عبد الله، أخرج مع الباب، طلعت مع الباب وإذا بالملك واقف مع الموكب حقه مع الموكب حقه شوية، وأشوف الملك راكب دباء ورا السائق كأنه على دباء، الموكب معه. طلعت أنا كذا مع الباب كأني أطالع في الملك، بس في نفسي أبقى أسأل شيء، أقول له شيء، يعني أبقى كأني أبقى أقول له أبقى شيء، بس إني مستحية بالمرة. وجلست أكاد كذا أقول في نفسي أبقى أسأله، بس إني مستحية بالمرة، فأقول في نفسي أبقى أقول له إني أنا مطلقة وأخاف على نفسي، لكن الحياة ما قدرت من الحياة. شوية وشوي لو الملك معنا في العمارة هذه عظم، ما هي مفتوحة بعد، يعني بلك ما هي مفتوحة حتى. ايوه شوية واحنا جالسين انا وحريم والملك كأنه معانا. واحدة من الحريم تشتكي للملك تقول يا شيخ يا طويل الامر ان بنتي تعبانة وان فيها وايش. فكان الملك يقول لها بنتك تقدر ترقص زي كذا، ويقوم الملك ويرقص. لا أدري يقول هي ترقص زي كذا أو يقول هي ترقص زي خواتها، يقوم الملك ويرقص. الملك لابس ثوب نوم رصاصي وما عليه شماغ، ويرقص الملك كذا وهو يضحك واحنا نضحك معه انا والحريم كأننا فرحانين بكذا. ايوه وشوية وننزل من العمارة اللي احنا فيها، فكنت انا اطالع في الملك وهو نازل من باب العمارة، اطالع فيه وهو لابس ثوب النوم وهو نازل نزله وكأنه يبقى يرجع للموقف، راسه مكشوف لابس ثوب النوم. المهم طالعت فيه كذا، بعدين رجعت عند الحريم، حصلت حريم حارتنا جالسين على هذا درج كأنه مدرجات. الو ثاني دكتور. الو. نعم تفضلي كملي. حصلت حريم حارتنا كأني أعرفهم جالسين على الدرج كأنهم فرحانين بالمرة، فكنت أنا فرحانة، حتى أنا فرحانة كنت أبغى أسلم عليهم. مديت يدي لواحدة من الجماعة أعرفها كذا ومديت يدي وأبغى أسلم عليها، لكني ما خفضت ظهري، فسحبتها عندي أبغى أسلم عليها وهي تضحك. ايوه بعدين كأني مبسوطة معهم. طلعت من على الدرج فحصلت محل فوق الدرج، يعني مساحة يعني زي مساحة الملعب وفي عشب زي عشب الملعب. حصلت حريم كأنه في زي المنتزه. حصلت حريم جالسات مبسوطات بينهم رجال متكي كذا منتبه راسه مرفوع متكي مبسوط بالمرة كأنه مبتسم. ايوه لما شافني الدكتور هذا الرجال هذا، لما شفت الرجال طلع فيه كذا بعدين رجعت حصلت حرمة تقرب لنا من جماعتنا تقرب لأمي، أقول لها يا جدة. سلمت عليها وسألتها وين فاطمة هذه بنتها، قالت لي فاطمة هنا وتأشر لي كذا. بعدين طلعت كذا عن يساري شفت فاطمة جاية، رحت أنا سلمت عليها بحرارة كذا ما كأنها فاطمة بس في صورتها
إنها واحدة أعرفها اسمها صالحة، برضو من في الحارة حقتنا. سلمت عليها وكأنها تزاعجني وكذا، مش يعني تمزح معي، وكأني أسلم عليها بقوة وأضحك معها، وخلاص وانتهت الرؤية على كذا. شكرا لك يا أم محمد. رؤية طويلة طبعا، ممكن يكون فيها عدة معاني. من المعاني اللي فيها أنه إن شاء الله تعالى فرج لك في حالتك التي أنت تعيشينها في حالة الطلاق. أنت مطلقة الآن؟ أيوة. هذا إن شاء الله تعالى يعني سرعة فرج، وسرعة أيضا مساعدة لك تأتيك من هذه الدولة المعطاءة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، الله يبارك بعمره يخليه لنا. وأيضا ربما يكون هناك ما يدل على حضور وتشريف الملك أو من ينيبه إلى المدرج والمدرجات. أنت قلتي مدرج ومدرجات وفي ساحة ملعب، فهذا فيه معنى التشريف اللي سيكون في يوم الجمعة لكأس الملك والله أعلم، ويكون فيه أمور سارة يقولها الملك أو يزفها أمير الشباب إلى الشباب والشابات. وربما يكون هناك معنى يعني يدل على فوز أحد الفريقين. أنا ما أنا مصرح باسمه، لكن أنا أقول أنه له علاقة، اسمه له علاقة بالعائلة وما العائلة ورمز العائلة، ويكون العائلة ملتفين حول بعض وش يسمون، و يعني ما أدري، لكن أنا أقول ممكن أن أنا أقصد الأهل، العائلة بالأهل، فربما يكون هناك ما يرجح كفة الأهلي للفوز في الكأس من خلال هذه الرؤية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما يخصك من الخير والتيسير، وأن يوفق الفريقين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويبارك لنا فيه، جزاه الله خير. أيضا فيه الرؤية أنت تقولين أنه كان العمارة عظم وواحدة كانت تستشيره، فهذا يدل على إن شاء الله تعالى بشارة خير لكم في استيفاء ديون عليكم يا أم محمد، والقيام إن شاء الله تعالى بحقوقها إن شاء الله.